بسم الله الرحمن الرحيم. اتجاهات في العالم كله اسمها شمال وجنوب وشرق وغرب. في مصر اسمه بحري وقبلي وشرق وغرب. لكن ليه احنا عندنا في مصر اسمها بحري وقبلي؟ تعالوا نشوف مع بعض معلومة جديدة هنشوفها على الخريطة على جوجل ايرث. لما نفتح جوجل ايرث ونبص على الكرة الأرضية هنلاقي القطب الشمالي فوق والقطب الجنوبي تحت. ودايما اتجاه أي خريطة غالبا يعني بيكون اتجاه الشمال لفوق، بيكون زي ما انتم شايفين هنا ده N اللي هو نورث، ده اتجاه الشمال. وحتى في الرسومات الهندسية وفي المشروعات الهندسية لما بنيجي نرسم مثلا مشروعات يعني بيكون التوجيه الخريطة بيكون لأعلى هو الشمال. لو مش مرسوم الشمال يبقى خلاص الخريطة الأعلى هي الشمال. لو في أي اتجاه تاني، لو الشمال معمول الخريطة مقلوبة مثلا شمال، هنرسم خط بيتعمل حاجة تبين إن اتجاه الشمال في جهة اليمين لتحت شمال كده. ف ده اللي بيحصل في الرسومات عامة. هنا على الكرة الأرضية دايما هنلاقي الشمال لفوق، ونيجي نشوف خريطة مصر هنلاقي زي ما عملنا في فيديو تاني قبل كده وقلنا ان مصر لو جينا بصينا على الحد الغربي هنلاقي دايما الحد الغربي يعني هو شبه خط مستقيم، والحد الجنوبي برضو خط مستقيم، والحد الشرقي متعارك شوية مع السعودية والأردن وفلسطين، والحد الشمالي هو البحر الأبيض المتوسط. تمام؟ طيب احنا عندنا يبقى عندنا الحد الشمالي هو البحر الأبيض المتوسط. في مصر طبيعة الطقس ان دايما الهواء او الرياح بتيجي من اتجاه الشمال، شمالية او شمالية غربية، وساعات شمالية شرقية حاجة بسيطة او يعني. لكن احنا دايما الهواء في مصر او اتجاه الرياح في مصر بيكون جاي من اتجاه البحر المتوسط، البحر الابيض المتوسط في اتجاه الجنوب، يعني جاي من الشمال الى الجنوب. في مصر يعني احنا وحاجة دارجة جدا ومعروفة، اللي بيجي يشتري شقة بيحب ياخدها اتجاهها بحري. اتجاهها بحري يعني اتجاهها في اتجاه الشمال، بتبص في اتجاه الرياح او الهواء اللي جاي من اتجاه البحر المتوسط. ومن هنا اطلقنا في مصر على اتجاه الشمالي الاتجاه البحري. فالعالم كله بيقول نورث ساوث او بيقول الشمال والجنوب، واحنا بنقول الاتجاه البحري. طب ايه اتجاه القبلي؟ تعالوا مع بعض نشوف كده. ليه نهر النيل اتجاه السريان فيه من الجنوب للشمال؟ لان هو في العالي هنا، ودايما اتجاه السريان هيكون من العالي للادنى، للمستوى الادنى يعني. الصعيد على عكس ما الناس فاهمه، ناس كتير او الدارج يعني بيقولوا ايه انا نازل الصعيد. لا، انت طالع الصعيد. ارتفاع الصعيد، المنطقه دي فيها جبال البحر الاحمر، اتجاه المنسوب الصعيد اعلى بكتير عن منسوب سطح البحر، واعلى من منطقه الدلتا. فدايما اتجاه سريان النيل بيكون من الجنوب للشمال. فكده نعرف ان الصعيد، عشان كده بنقول عليها مصر العليا. الصعيد، منطقة الصعيد بالكامل بنسميها مصر العليا. كل محافظات الصعيد، أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف والفيوم، كل المناطق دي أعلى من القاهرة ومنطقة الدلتا بكتير. علشان كده هتلاقي دايما الجنوب في مصر هو أعلى. طب جات منين تسمية الصعيد بكلمة قبلي؟ انا رجعت للغة العربية، لقيت ان كلمة قبلي هي جاية من كلمة اسمها القبل. القبل يعني المكان العالي المرتفع اللي بيستقبل الانسان. يعني انت وانت رايح على الصعيد كأن حاجة كبيرة واقفة مستنياك. فهو الصعيد هو القبل. القبل المكان المرتفع اللي بيقابل الانسان يعني. ومن هنا جت تسمية الصعيد باسم قبلي. فدايما هتلاقي
المنطقة دي هي منطقة بحري، وحتى في اسكندرية في منطقة كاملة اسمها منطقة بحري، وبنقول على منطقة الدلتا بصفة عامة بحري، وبنقول على منطقة الصعيد منطقة إبلي. في مصر دايما احنا بنحب نغير في الأسامي وبنطلق كلام، يعني ايه مع الوقت بيتغير وأصبح كلام رسمي. حتى الناس اللي بتعمل اللي بيبني عمارة بيدور، حتى اللي بيشتري أرض عشان يبني عمارة بيدور هو توجيهها ايه، توجيهها بحري ولا قبلي. ونخلي بالنا البحري معناه ان انت في اتجاه البحر، في اتجاه الرياح، لكن انت مش في اتجاه الشمس. الشمس عندنا في مصر في الجنوب، في المنطقة اللي تحت كده، لان خط الاستواء تحت هنا. الشمس اخرها بتوصل، خط مرورها بيكون هنا، لان الشمس بيتغير مكانها على مدار العام. اخرها بيوصل عند اسوان هنا. هي دايما في اتجاه الجنوب، فانت لو واخد شقة بحري هيجي لك الهواء كويس لكن ما بتشوفش الشمس كتير. الشقة القبلي بتشوف الشمس كتير لكن توجيه الهواء، توجيهها ما بيستقبلش الهواء اللي جاي من اتجاه البحر. وعندنا حتى هو اسمه الساحل الشمالي اللي على بحر المتوسط، فعشان كده احنا مسمين البحري عشان هو في اتجاه البحر المتوسط، والقبلي عشان هو مكان مرتفع اسمه مصر العليا او اسمه الصعيد. هيجي حد يقول لي طب ليه ما سميناش اتجاه البحر الاحمر باتجاه بحري برضو؟ هنقول ان الهواء قصة مرتبطة بالهواء، اتجاه الرياح في مصر. فالرياح صعب جدا ان هي تكون شرقية في مصر، لكن انا عرفت معلومة جديدة ان في السعودية بيسموا الاتجاه الغربي هنا بيسموه البحري. يعني كان في مشروعات كده بتحصل في السعودية على تطوير الشواطئ، بيسموها حتى تطوير الشواطئ البحرية عندهم. فالبحري في السعودية هو الغرب، لكن البحري عندنا هو الشمال. لكن في السعودية مش دارجة، مش اللغة الدارجة عندهم ان هم يقولوا بحري وقبلي. يا رب اكون فدتكم بمعلومة جديدة، واتمنى دعمكم واشتراككم في القناة، واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامة.